ايه ده؟ هو فين حماده؟ يا حماده. ايوه. ازيك يا حماده؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك يا حماده، لو عايز تروح اي مكان بسرعه تعمل ايه؟ اكيد طبعا هركب كتكوت، ده سريع جدا. كتكوت؟ يعني حماده لو عايز تروح من اسكندريه للقاهره هتركب ايه؟ كتكوت؟ لا، هركب مشروع. ايوه كده، بس انت تعرف ان في القاهره وما حولها الناس هناك مش بتقول مشروع، بيقولوا اسم تاني. لو تعرفوه بقى اكتبوه في التعليقات. المهم حماده، في حاجه تانية اسرع من المشروع. لو انت بقيت باشا في يوم من الايام اكيد هتركبها. ايه هي بقى؟ ده بقى موضوع حلقتنا، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة أولى ثانوي في كل مكان، معاكم مستر محمد فتحي. وتعالوا بقى نتكلم على النقل والتجارة. نخلص كلام على النقل نخش في التجارة. نبدأ بالنقل. طرق النقل المختلفة عاملة زي شرايين الحياة للدولة، يعني شبه الشرايين اللي بتنقل الدم من القلب لكل حتة في جسم الإنسان. لو حصل فيها عطل بتحصل مشكلة كبيرة جدا في الجسم. برضو طرق النقل المختلفة داخل الدولة لو حصل فيها مشكلة البلد كلها بتتعطل، لأن بنستخدمها في نقل السكان من مكان للتاني، ونقل من مصادر الطاقة والمواد الخام إلى المصانع. المصانع تشتغل تطلع بضايع، ننقل البضايع دي إلى الأسواق. يعني النقل بكل أنواعه مهم جدا جدا داخل الدولة. طب إيه بقى أنواع النقل داخل الدولة؟ له 3 أنواع رئيسية. النقل البري الحاجات اللي بتمشي على الأرض، والنقل المائي الحاجات اللي بتمشي في المية، والنقل الجوي الحاجات اللي بتمشي في الجو، طيارات يعني. تعالوا نبدأ برقم 1، النقل البري. اشهر حاجة في النقل البري الطرق البرية، طرق اسفلت يعني بتمشي فيها السيارات العربيات يعني. والسيارات في مصر هي وسيلة النقل الرئيسية والاساسية اللي بنستخدمها، سواء بقى لنقل السكان او لنقل البضائع. والنقل البري هو اكثر انواع النقل استخداما داخل مصر. وفي مصر بقى شبكة طرق كبيرة جدا جدا بتغطي كل انحاء الدولة. والطرق البرية هي أطول أنواع الطرق في مصر، زي ما انت شايف كده عاملة زي الشبكة، بتمتد بالطول وبالعرض وبالورب وكل حاجة. والطرق البرية في مصر في منها مرصوفة يعني أسفلت وله رصيف على الجنبين، وفي منها غير مرصوفة يعني أسفلت بس. ومن أهم الطرق البرية في مصر طريق القاهرة الإسكندرية، وكمان طريق القاهرة السويس، وكمان طريق القاهرة أسيوط الغربي. وبنقول عليه الغربي لأنه بيمتد غرب نهر النيل. طب لو أنا سألتك بقى إيه أطول طريق بري من اللي احنا قلناهم؟ هو طريق القاهرة أسيوط الغربي. ده كده بالنسبة لطرق النقل البرية. في وسيلة نقل برية تانية وهي السكك الحديدية، ومصر من أقدم الدول استخداما لها. مصر هي رقم 2 في العالم استخداما للسكك الحديدية. والسكك الحديدية بنستخدمها في نقل الركاب ونقل البضائع، خاصة البضائع كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، لأنها وسيلة نقل قوية جدا وبتستحمل بصراحة. وزي ما انت شايف كده دي خريطة السكك الحديدية في مصر. نروح بقى للمفتاح. أول حاجة الدايرة السوداء دي معناها مدن رئيسية، والخط الأحمر ده معناه سكك حديدية بنستخدمها لنقل الركاب والبضائع. إنما الخط المتقطع اللي باللون الأخضر دي سكك حديدية لنقل الخامات المعدنية فقط، يعني ركاب لأ. نلاحظ بقى إن بتتشعب السكك الحديدية في الدلتا، وده بسبب اتساعها وكثرة السكان. إنما في الوادي مش متشعبة، بتمتد مع نهر النيل، وده بسبب ضيق الوادي. المساحة بتاعته ضيقة لأن فيه مرتفعات من الجنبين سواء شرقا أو غربا. كمان لو بصينا عند الساحل الشمالي نلاقي السكة الحديد بتمتد بمحاذاة ساحل البحر المتوسط، مش متشعبة. طب وإيه السبب بقى مع إن المساحة واسعة؟ السبب هو قلة السكان. السكان قاعدين عند الساحل فعاملين سكة حديد عند الساحل بس، مش محتاجين نعملها متشعبة لأن مفيش سكان كتير، هنعملها ليه على الفاضي كده؟ وبكده نقدر نقول إن السكك الحديدية بنستخدمها للربط بين مدن الوادي والدلتا ومحافظات القناة وكمان الساحل الشمالي. كمان نلاحظ إن في سكك حديدية ناحية الصحراء الغربية مرتبطة بمناجم الواحات البحرية بتاعة الحديد، وكمان مناجم أبو طرطور بتاعة الفوسفات. وبكده نطلع بملحوظة مهمة، إنه بيرتبط امتداد السكك الحديدية في الصحراء الغربية بأماكن تواجد المعادن. في ملاحظة تانية بقى جامدة جدا، إن الصحراء الشرقية ما فيهاش سكك حديدية، كمان شبه جزيرة سيناء ما فيهاش سكك حديدية،
طب وده بسبب ايه؟ بسبب وعورة التضاريس في جبال يعني، فهعمل سكك حديدية ازاي؟ مش هينفع. كمان في وسيلة نقل تالتة برية مش موجودة عندك في الكتاب، يا ريت تكتبها عندك، وهو مترو الأنفاق، وده بنستخدمه في نقل الركاب داخل إقليم القاهرة الكبرى. والقاهرة الكبرى عبارة عن 3 محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية. كمان في وسيلة نقل برية رابعة يا ريت برضو تكتبها عندك، وهو القطار الكهربائي المونوريل، ده بدأنا نستخدمه في مصر حديثا. بس كده، ده بالنسبة للنقل البري. تعالوا بقى ناخد سؤالين نحبس بيهم ونرجع نكمل مرة تانية. يلا بينا نخش بالأسئلة. أي من المدن التالية يمكن أن تكون مركزا لطرق النقل البري في محيطها الإقليمي؟ معنى السؤال إن في مدينة ممكن تركب منها مواصلات توصل لأي مدينة تانية حواليها، يعني فيها موقف يوصلك لأي حتة. أكيد طبعا المدينة دي لازم يكون حواليها مدن كتير، فأكيد المدينة دي هتلاقيها في الدلتا، لأن في سكان كتير ومدن كتير. فأنت بقى تروح للاختيارات وتختار مدينة موجودة في الدلتا، وأي مدينة تانية خارج الدلتا تستبعدها. يلا بينا نروح للاختيارات. ألف طنطا، أيوة طنطا موجودة في الدلتا، يبقى هي دي الإجابة. أكيد بقى هتلاقي باقي المدن خارج الدلتا. يلا بينا. ب أسوان خارج الدلتا، تبقى غلط. طب ج العريش برضو غلط، لأنها موجودة في الصحراء في سيناء، مش حواليها مدن تانية. طب د شلاتين برضو غلط، دي مدينة صحراوية في الصحراء الشرقية مش حواليها مدن أصلا. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. ارتبطت خطوط السكك الحديدية في الصحراء الغربية بنقل ايه؟ افتكر بقى، خطوط السكك الحديدية في الصحراء الغربية بترتبط بأماكن تواجد المعادن، عشان بتنقل معادن فقط. نروح بقى للاختيارات ونختار حاجة شبه الكلام ده. ألف البضائع المصنعة، لا غلط. طب ب الموارد المعدنية، أيوة هي دي الإجابة، بنستخدمها في نقل الحديد وكمان الفوسفات. إنما ج الركاب، لا طبعا غلط. وده مصادر الطاقة برضو غلط. افتكر بقى، مصادر الطاقة مش بننقلها عن طريق السكك الحديدية، بننقلها عن طريق الأنابيب، زي خط أنابيب سوميد اللي بينقل البترول من خليج السويس إلى الساحل الشمالي عند سيدي كرير. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. تم مد أول خط حديدي من القاهرة في اتجاه إيه؟ افتكر بقى، أول خط سكة حديد كان بين القاهرة واسكندرية، يعني لو أنت واقف في مدينة القاهرة هتتجه باتجاه إيه؟ ألف الشمال الغربي، صح، عشان أوصل لمدينة اسكندرية. إنما ب شمال شرقي غلط، وجيم جنوب شرقي غلط، وده جنوب غربي غلط. بس كده، ورجعت لكم مرة تانية عشان نكمل كلام بقى على النقل. وتعالوا نتكلم على رقم 2، وهو النقل المائي، الحاجات اللي هتمشي في المية، زي المية بتاعت نهر النيل ودي هنقول عليها نقل نهري، والمية بتاعت البحر هنقول عليها نقل بحري. النوعين هم أرخص أنواع النقل في مصر، مش أرخص يعني حاجة وحشة، يعني اللي هندفع فلوس قليلة. وده بسبب إيه؟ إن مش بنحتاج طرق، ده مية، فالمية موجودة طبيعي، ربنا اللي خلقها، احنا بس هنعمل سفينة ونحطها في المية وهي تتوكل على الله وتمشي. مش محتاجين بقى نصرف فلوس ونجيب عمال ونعمل بقى سكك حديد او نرصف بقى طريق او نعمل اسفلت، لا 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 لا، المية موجودة طبيعي. فعشان كده رخيص جدا النقل المائي بالنوعين بتوعه، سواء النهري او البحري. كمان مش بيحتاج قوة محركة كبيرة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، فالموضوع تكاليفه قليلة جدا جدا جدا. تعالوا نبدأ نتكلم على النقل النهري، وده بيتم من خلال نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد، وكمان الترع الرئيسية الكبيرة اللي بتسمح بمرور السفن من خلالها، زي شرق الدلتا ترعة الإسماعيلية، وغرب الدلتا ترعة النوبارية والمحمودية، ده في الوجه البحري الدلتا يعني. إنما في الوجه الإبلي الصعيد ترعة الإبراهيمية دي أكبر ترعة، وكمان ترعة بحر يوسف. نلاحظ من الخريطة زي ما انت شايف كده إن بيرتبط النقل النهري بأماكن تواجد المياه العذبة اللي هي بتاعت نهر النيل، وكمان التربة الخصبة، وكمان أماكن تركز السكان. طيب ده جميل جدا النقل النهري، ولكن الحلو ما يكملش، في شوية مشاكل بتواجه النقل النهري. ايه هي بقى؟ في مشاكل بسبب طبيعي ومشاكل بسبب بشري. نبدأ بأول مشكلة اللي هي بسبب طبيعي، بطء جريان المياه وانخفاض منسوبها في بعض فترات السنة.
في بعض فترات السنة منسوب المياه في نهر النيل بيقل، فبتكون بطيئة الجريان، وده بيعطل النقل النهري. طب وليه كده؟ لأن الفيضان بيجي مرة واحدة بس في السنة، بعد الفيضان ما يخلص منسوب المياه بيقل في النهر وبتكون المياه بطيئة الجريان. أنا عارف اللي أنت هتفكر في فكرة كده وتقول لي ما احنا مخزنين المياه في بحيرة ناصر ورا السد العالي، ما نفتح السد العالي نطلع ميه وبكده منسوب الميه هيعلى والمراكب تمشي في نهر النيل. لو انت بقى فكرت في الفكره دي فيا ريت ما تفكرش تاني، لان الميه احنا مخزنينها في بحيره ناصر عشان نشرب ونزرع بيها، مش عشان المراكب تمشي فيها. لان لو فتحنا السد العالي وزودنا ميه في نهر النيل، الميه دي في الاخر هتنزل في البحر، مش هنلحق نستفيد منها. فعشان كده مش بنفتح السد العالي عشان المراكب تمشي. تاني مشكله بقى، ودي بسبب بشري احنا اللي بنعمله للاسف، عدم توافر مواني نهرية حديثة لرصو السفن. مفيش مواني حديثة السفن تركن وتقف عندها وتنزل البضايع أو الركاب. ده كده بالنسبة للنقل النهري. لكن في معلومة أخيرة عايزك بقى تكتبها عندك لأنها مهمة جدا جدا. لو جبنا الخريطة بتاعت السكك الحديدية زي ما انت شايف كده، هتلاقي ان السكك الحديدية بترتبط في الوادي والدلتا بأماكن المياه العذبة. وبما ان الموضوع كده، يعني السكك الحديدية والنقل النهري هي اكثر انواع النقل في مصر ارتباطا بأماكن التركز السكاني. تعالوا بقى نتكلم على تاني نوع من النقل المائي وهو النقل البحري. بسبب موقع مصر الجغرافي فهي بتطل على بحرين مهمين جدا، البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبيربط ما بينهم قناة السويس، وهي من أهم الممرات الملاحية العالمية، لأن سفن دول العالم المختلفة بتستخدمها. بتمر سفن البضائع وكمان ناقلات البترول اللي بتنقل البترول من شرق آسيا ودول الخليج العربي إلى دول أوروبا وأمريكا. كمان بتتميز قناة السويس باستقامتها في معظم امتدادها، يعني جزء كبير جدا من قناة السويس مستقيم، وده بيسهل على السفن المرور منها. السفن بقى اللي بتمر من قناة السويس مش بتعدي كده ببلاش، لا، تدفع تعدي، مش هتدفع مش هتعدي. هم طبعا كلهم بيدفعوا، وبيدفعوا بالعملة الأجنبية الدولار. فبكده تعتبر قناة السويس مصدر دخل رئيسي لمصر من العملات الأجنبية. في مناطق بقى ضيقة في قناة السويس فما ينفعش يعدي منها السفن في الاتجاهين، يعني لو في سفينتين جايين في وش بعض مش هينفع، لازم سفينة منهم تستنى لما السكة تفضى وبعد كده تعدي. فطبعا دي عطلة. نعمل ايه؟ تم حفر تفريعة لقناة السويس اسمها قناة السويس الجديدة، ودي بتسمح بمرور السفن في الاتجاهين، ومعنى كده ان في سفن كتير جدا هتعدي من قناة السويس. وبسبب كده بنتوقع في المستقبل انه يزيد الدخل القومي من قناة السويس بنسبة 259%، يعني بالبلدي كده الدخل يزيد مرتين ونص. ورغم ان مصر بتمتلك سواحل طويلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ولكن الموانئ البحرية في مصر قليلة. طب وده بسبب ايه؟ بسبب بعد معظم السواحل عن مراكز العمران في الوادي والدلتا. السكان قاعدين في الوادي والدلتا والسواحل بعيدة عن المناطق اللي فيها سكان، فبكده هنعمل مواني، مين بقى هيشتغل فيها؟ مفيش. فسايبين السواحل فاضية كده من غير مواني. وكمان عدم صلاحية كثير من السواحل بسبب استقامتها. السواحل مستقيمة فمش هينفع نبني عليها مواني، لازم تكون متعرجة فنبني عليها رصيف والسفن تيجي تركن عليها تنزل البضايع والركاب زي الموقف بتاع العربيات. لكن سواحل كتير مستقيمة فمش هينفع نعمل عليها مواني. تعالوا بقى نروح للخريطة ونشوف المواني اللي موجودة في مصر ونعرف شوية معلومات عنها. نبدأ من عند ايدينا اليمين، البحر الأحمر، في ميناء مرسى علم وميناء القصير وميناء سفاجة. ميناء سفاجة ده ميناء تجاري وتعديني. افتكر بقى منطقة سفاجة القصير فيها معدن الفوسفات، وعاملين هناك مشروع اسمه الحمراوين لتركيز الفوسفات. وبما ان ميناء سفاجة هو ميناء تجاري وتعديني فأكيد هنستخدمه في تصدير معدن ايه؟ الفوسفات. نطلع فوق شوية يقابلنا ميناء الغردقة، ده كده على ساحل البحر الأحمر. وعند خليج العقبة ميناء واحد بس هو ميناء نويبع. نروح بقى عند خليج السويس هيقابلنا ميناء الزعفرانة، وبعد كده ميناء العين السخنة، بعد كده ميناء السويس، وده بيقع على الطرف الجنوبي لقناة السويس، ويعد من أهم المواني بالنسبة لحركة الركاب والبضائع على البحر الأحمر. كمان أنشئ ميناء السويس الحديث شمال غرب الميناء القديم، يعني كده مدينة السويس فيها مينائين، واحد قديم والتاني حديث. ده كده بالنسبة للمواني اللي موجودة على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.
نروح بقى عند ساحل البحر المتوسط ونبدأ من عند ايدينا اليمين. هنا ميناء العريش، بعد كده ميناء بورسعيد، وموجود عند المدخل الشمالي لقناة السويس. وبرضه مدينة بورسعيد فيها مينائين، الميناء الداخلي يقع جنوب بورسعيد، والميناء الخارجي يقع شرق مدخل قناة السويس الشمالي. نكمل بقى، في هنا ميناء دمياط، وهنا ميناء رشيد، وهنا ميناء الإسكندرية. ميناء الإسكندرية ده أهم ميناء بحري في مصر كلها. ليه بقى؟ لأنه بيتم من خلاله مع أكثر من نص تجارة مصر الخارجية، وبسبب كده هو أهم ميناء بحري في مصر كلها. وأقرب الموانئ إليه هو ميناء رشيد. نكمل بقى، هنا ميناء مرسى مطروح، وأخيرا ميناء السلوم. بس كده خلصنا كلام على النقل المائي سواء النهري او البحري. ناخد بقى سؤالين نحبس بيهم ونرجع نكمل مرة تانية. يلا بينا خش بالاسئلة. يعد من اهم الصعوبات التي تواجه النقل البحري في مصر ايه؟ افتكر بقى، اكتر صعوبات بتواجه النقل البحري في مصر ان السواحل بعيدة عن مراكز العمران، وكمان استقامة السواحل. نروح بقى للاختيارات ونختار حاجة من الاتنين دول تقابلنا. ألف، استقامة بعض الأجزاء من السواحل. أيوة هي دي الإجابة، لسه كنت بقول لك استقامة السواحل. إنما ب، قلة سكان السواحل. لا طبعا غلط، اوعى تتلخبط فيها، احنا كنا بنقول بعد السواحل عن مراكز العمران، مش إن السكان قليلين على السواحل. لأن في مناطق السكان فيها قليلين على الساحل، وفي مواني زي ميناء السلوم ومرسى مطروح وكمان ميناء العريش، ومعظم المواني بتاعت ساحل البحر الأحمر. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. تتعدد العوامل التي تعوق إقامة شبكة سكك حديدية للربط بين موانئ البحر الأحمر، ومن أهمها إيه؟ معنى السؤال، على ساحل البحر الأحمر في موانئ كتير، فليه ما ينفعش نعمل سكك حديد تربط بين الموانئ دي كلها؟ افتكر بقى، انا قلت لك لما اتكلمنا على السكك الحديدية ما ينفعش نعمل سكك حديد في الصحراء الشرقية بسبب وعورة التضاريس. في جبال هناك اسمها جبال البحر الأحمر، فمش هينفع نعمل سكك حديد هناك. نروح بقى للاختيارات ونختار حاجة شبه الكلام ده. ألف، عدم وجود مناطق عمرانية، مفيش سكان يعني؟ لا غلط، مش ده السبب. طب ب، وعورة الظهير الساحلي. أيوة هي دي الإجابة، يعني في جبال خلف الساحل، هو ده السبب. إنما جيم، قلة أهميتها الاقتصادية. لا طبعا غلط، ده مهمة جدا. ودال، ضآلة مساهمتها في التجارة الدولية، برضو غلط. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. يتم نقل معظم التجارة الدولية بين مصر ودول العالم عن طريق ايه؟ افتكر بقى لما اتكلمنا على ميناء اسكندرية قلنا انه بيتم التعامل من خلاله مع اكثر من نص تجارة مصر الخارجية. معنى كده ان معظم التجارة الخارجية لمصر بتتم عن طريق ايه؟ تبقى الاجابة الف، المواني البحرية زي ميناء اسكندرية. انما ب، السكك الحديدية غلط، والنقل الجوي غلط، والنقل النهري غلط. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. يتم النقل المائي بين محافظتي الفيوم وبني سويف عن طريق ترعة ايه؟ طالما نقل مائي بين المحافظات يبقى اكيد ده نقل نهري. بين محافظة الفيوم وبني سويف عن طريق ترعة ايه؟ افتكر بقى، في ترعة كده بتوصل المية بتاعت نهر النيل الى منخفض الفيوم، اسمها ترعة ايه؟ لو عرفت اسمها هي دي الإجابة. تعال ندور عليها في الاختيارات. ألف، الإبراهيمية. لا طبعا غلط، دي بعيدة عن الفيوم. طب ب، بحر يوسف. أيوة هي دي الإجابة، دي الترعة اللي واصلة لمحافظة الفيوم، فأكيد هي دي اللي هنستخدمها عشان نوصل من الفيوم إلى بني سويف. إنما جيم، الجرجوية. لا غلط، ودال النوبرية برضو غلط. بس كده، ورجعت لكم مرة تانية عشان نكمل كلام بقى عن وسائل النقل. وتعالى نتكلم على التالت حاجة في وسائل النقل، وهو النقل الجوي. الحاجات بقى اللي هتمشي في الجو، طيارات يعني. بسبب موقع مصر الجغرافي المتميز انها وسط قارات العالم، اسيا وافريقيا واوروبا، يعني حواليها دول كتير جدا. فبسبب الموقع الجغرافي ده فمصر تعتبر نقطة التقاء لكثير من خطوط الجوية العالمية، يعني طيارات كتير جدا بتعدي من عندها، تنزل تريح، وده بنقول عليه ترانزيت، وبعد كده تكمل الرحلة بتاعتها. النقل الجوي بقى حاليا يعتبر هو شريان الحياة الاقتصادية في العصر الحديث، يعني حاجة مهمة جدا جدا للحياة الاقتصادية، لأنه أسرع وسائل النقل حاليا، يعني بينقل الحاجة بين الدول بسرعة وبيوصل للدول البعيدة جدا، فحاجة مهمة جدا للاقتصاد. وبسبب سرعته فيعتبر ركيزة للتجارة الدولية، يعني حاجة أساسية اللي انت تعمل تجارة بين الدولة بتاعتك والدول التانية.
كمان النقل الجوي يعتبر عنصر جذب للنشاط السياحي، بيجذب السياح لان السياح جايين يتفسحوا عندك عايزين راحة، فأسرع حاجة يجولك بيها هو النقل الجوي. مصر بقى فيها مطارات دولية يعني بتربط بين مصر ودول العالم الأخرى، زي مطار القاهرة الدولي ومطار الإسكندرية ومطار شرم الشيخ، وكمان في مطارات محلية ودي بنستخدمها في النقل الجوي داخل حدود مصر فقط. يعني لو انت ربنا كرمك كده وبقيت من البشوات مش عايز تركب عربيات وتمشي وسطنا، تركب بقى طيارة تتنقل فيها بين المحافظات زي مطار مرسى مطروح ومطار الخارجة. بس كده ده بالنسبة للنقل الجوي. طب ايه بقى مستقبل النقل والمواصلات في مصر؟ يعني ايه الخطط اللي الدولة بتفكر تعملها عشان تطور وتحسن وسائل النقل في مصر؟ اول حاجة امتدادات مترو الأنفاق عشان توصل لأطراف مدينة القاهرة وكمان المدن الجديدة، وده هيساعد على حاجة مهمة جدا جدا لما المواصلات توصل لأماكن أبعد وجديدة، هو إعادة توزيع السكان. السكان لما يلاقوا في مواصلات في الأماكن الجديدة هيروحوا يسكنوا فيها، إنما لو مفيش مواصلات مش هيروحوا، هيقولوا دي بعيدة ومفيش مواصلة. وتاني حاجة تطوير السكك الحديدية وتجديدها. وتالت حاجة تطوير الموانئ القديمة وإنشاء موانئ حديثة. ورابع حاجة تطوير بناء السفن وزيادة أعدادها. خامس حاجة بقى ده مشروع جامد جدا جدا جدا، لكن المشروع ده لسه تحت الدراسة ما تنفذش، وهو مشروع عمل جسر بحري يربط بين مصر والسعودية وهيكون جنوب خليج العقبة، وده هيساعد على زيادة نقل الركاب والبضائع بين البلدين. لو تنفذ المشروع ده هيبقى جامد جدا جدا جدا. بس كده خلصنا كلام على النقل الجوي ومستقبل النقل والمواصلات في مصر. في معلومة بقى مهمة جدا 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 عايزك يا ريت تكتبها عندك، ان اكتر وسائل النقل ارتباطا بموقع مصر الجغرافي هو النقل البحري اللي هو بيتم عن طريق البحر الاحمر والبحر المتوسط اللي بيربط ما بينهم قناة السويس، وكمان النقل الجوي. بس كده يا ريت بقى تكتبها عندك. تعالوا بقى ناخد سؤالين نحبس بيهم ونرجع نكمل مرة تانية. يلا بينا نخش بالأسئلة. يترتب على الانتهاء من الجسر البحري بين مصر والسعودية ازدياد أهمية محافظة ايه؟ افتكر بقى أنا قلت لك الجسر البحري اللي هيربط بين مصر والسعودية جنوب خليج العقبة. خليج العقبة ده عند محافظة ايه؟ سهلة اهي. ألف شمال سيناء؟ لا طبعا غلط. طب ب جنوب سيناء؟ أيوة طبعا هي دي الإجابة. إنما جيم البحر الأحمر؟ لا غلط ده بعيد عنها. ودال السويس برضو غلط بعيد عنها. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. تعد أهم وسائل النقل المرتبطة بإقبال الوفود الأجنبية على مصر إيه؟ يعني أهم وسائل النقل اللي بنستخدمها في جذب السياح وفود أجنبية يعني هو إيه؟ نقل نهري؟ لا طبعا غلط. طب ب النقل الجوي؟ أيوة هي دي الإجابة. السياح اللي جايين يتفسحوا ويصرفوا فلوس أكيد هيجولك بقى في الطيارات. إنما جيم النقل البري؟ لا طبعا غلط. ودال السكك الحديدية برضو غلط. بس كده ورجعت لكم مرة تانية. احنا كده بقى خلصنا كلام عن النقل. تعالوا بقى نتكلم عن التجارة. التجارة شطارة وهي نوعين، في تجارة داخل مصر وتجارة خارج مصر. نبدأ بقى باللي هي داخل مصر اللي بنقول عليها تجارة داخلية، يعني تبادل السلع والخدمات البضائع يعني بين محافظات مصر والأماكن المختلفة داخل الدولة، يعني جوه حدود مصر مش هنطلع بره خالص. وده بيتم عن طريق الأسواق المتخصصة زي أسواق الفاكهة بتاعت فاكهة بس، وأسواق الخضروات بتاعت خضروات بس، وأسواق الماشية بتاعت حيوانات بس حيوانات بتتاكل يعني اللي هو بنقول عليه سوق المواشي. وكل ما يزيد عدد الأسواق دي وتزدهر فيها عمليات التجارة فده دليل على ازدهار التجارة الداخلية في مصر. ده جوه مصر. في نوع تجارة بقى تاني اسمه تجارة خارجية، يعني تبادل السلع والخدمات بين مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، يعني مصر تبيع وتشتري مع الدول التانية. التجارة الخارجية بقى بتعكس لنا حاجتين، يعني بنفهم عن طريقها حاجتين. ايه هما بقى؟ اول حاجة بتعكس المستوى الاقتصادي للدولة، يعني عن طريقها بنفهم الاقتصاد بتاع الدولة هل هو اقتصاد عالي ولا اقتصاد نص نص وواقع ولا ايه بالظبط. تاني حاجة بنعرف عن طريقها مستوى العلاقات الخارجية للدولة، هل ليها علاقات مع دول كتير ولا في دول بقى مقطعاها ومش عايزة تبيع وتشتري معاها. فبنعرف الكلام ده كله عن طريق التجارة الخارجية. طب ايه بقى الحاجات اللي مصر بتبيعها وايه الحاجات اللي بتشتريها؟
عايزك الاول تعرف ان الحاجات اللي مصر هتبيعها بنقول عليها صادرات، والحاجات اللي مصر هتشتريها بنقول عليها واردات. يلا بينا بقى نتكلم عن الصادرات والواردات بتاعت مصر. نبدأ بالصادرات، الحاجات اللي مصر بتبيعها القيمة المالية بتاعتها يعني بقد ايه فلوس؟ تقدر بنحو 22 مليار دولار، رقم كبير جدا. طب ايه بقى اهم المنتجات اللي مصر بتصدرها؟ رقم واحد الفوسفات، وكمان الغاز الطبيعي والخضروات والملابس الجاهزة، وكمان الأدوات والأجهزة المنزلية، بوتاجازات بقى وسخانات والحاجات دي. بس كده. تعالوا بقى نتكلم على الواردات، الحاجات اللي مصر بتشتريها بقيمة قد ايه؟ فلوس قد ايه؟ تقدر بنحو 65 مليار دولار. اوبا، ده رقم كبير جدا جدا، ده اكتر من اللي احنا بنبيع بيه. يعني الفرق ما بينهم كده لو انت طرحتهم 43 مليار دولار، ده رقم ضخم جدا جدا جدا. طب ايه بقى اهم المنتجات اللي مصر بتشتريها؟ رقم واحد المنتجات الغذائية، اكل يعني، واهمها القمح، وكمان الزيوت النباتية، وكمان اللحوم. وده بسبب ايه بقى؟ زيادة النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، لان مصر زي ما احنا عرفنا قبل كده فيها فجوة غذائية، فبنحاول نوفر اكل للسكان، فبيستوردوا من بره قمح وزيوت نباتية ولحوم. طب بنستورد ايه تاني؟ الاجهزة والالات، كمبيوترات بقى وموبايلات ولابات والحاجات الالكترونية، وكمان الات بتاعت مصانع. طب مين بقى اهم الدول اللي بتستورد منها مصر؟ رقم واحد دول الاتحاد الاوروبي، ودي اكبر مصدر لمصر. يعني مصر بتشتري من دول الاتحاد الاوروبي كتير جدا جدا جدا، ودول الاتحاد الاوروبي هي دول وسط وغرب اوروبا. خلي بالك من المعلومة دي، مهم جدا. ورقم 2 الولايات المتحدة الامريكية، ورقم 3 الدول الاسيوية والافريقية، ورقم 4 دول شرق اوروبا، ودي مش داخلة في الاتحاد الاوروبي خلي بالك. ويجي في المركز الاخير الدول العربية. اكيد انت هتسأل سؤال كده في بالك، هو ليه مصر مش بتشتري كتير قوي من الدول العربية؟ ليه البيع والشراء بين مصر والدول العربية قليل؟ ما هو بسبب المنتجات اللي في مصر هي المنتجات اللي في الدول العربية، فهنشتري منهم ايه؟ مش هينفع. بنشتري منهم الحاجات بس اللي مش موجودة عندنا. يعني لو قلت لك ايه سبب قلة التجارة بين مصر والدول العربية، هتقولي بسبب تشابه المنتجات. طب وايه كمان؟ حاجة مهمة قوي، تذبذب العلاقات السياسية بين مصر والدول العربية. يعني العلاقات السياسية بين مصر والدول العربية مش قد كده، ممكن يقاطعوا بعض في أي وقت ويعملوا بقى شغل عيال بتاع تالتة أول، مش بنكلمك ومقاطعينك وما مش هنبيع ونشتري معاك، فالموضوع بيبقى ماشي كده. ده بالنسبة للصادرات والواردات المصرية. طب إيه بقى مشكلة التجارة الخارجية في مصر؟ في حاجة اسمها الميزان التجاري، ده بنحط في كفة الصادرات، الحاجات اللي احنا بنبيعها وقيمتها بالفلوس 22 مليار دولار. الكفة التانية بنحط فيها الواردات، الحاجات اللي احنا بنشتريها وقيمتها بالفلوس 65 مليار دولار. نلاقي ان الكفتين مش متساويين، عندك واردات اكتر، يعني بتشتري اكتر ما بتبيع. طب وايه المشكلة كده؟ المشكلة اللي انت بتكسبه باليمين بتروح تصرفه بالشمال وبتحط عليه وبتطلع مديون في الاخر. فبكده نقدر نقول ان الميزان التجاري بتاع مصر مش مظبوط، يعني في عجز طالع كده، انت مديون من العملية التجارية دي كلها. طب وايه الحل؟ الحل اللي انت تصدر كتير. طب مين بقى اللي هنصدر له ويشتري مننا منتجات كتير جدا؟ اكيد طبعا الدول حبايبنا اللي حوالينا، هي الدول العربية والافريقية. لازم نصدر لهم كتير جدا، يعني نعمل علاقات تجارية معاهم كتير جدا. طب انت عشان تصدر كتير لازم تكون بتصنع كتير، يبقى كده لازم نهتم بالنمو الصناعي في مصر. تعالوا بقى الأول كده نتكلم على الشراكة المصرية العربية، يعني ازاي مصر تشترك مع الدول العربية في تجارة، نبيع ونشتري بين بعض كده. نشوف الأول ايه المشاكل ونحاول نحلها. نلاقي ان بتعتمد الشراكة المصرية العربية على اتفاقيات ثنائية، يعني مصر تعمل اتفاقية مع دولة عربية، فكده اتنين مع بعض فبنقول عليها اتفاقيات ثنائية. يعني الموضوع مش بيعتمد على قرارات بتصدرها المنظمات العربية. طب وايه كمان؟ الموضوع بيعتمد كمان على درجة تحسن العلاقات السياسية بين الدول العربية، لأن الدول العربية ممكن يحصل بينهم مشاكل فيقاطعوا بعض ولا يبيعوا ويشتروا مع بعض، شغل تالتة أول بقى. وبسبب كده يصعب تقنين الشراكة المصرية العربية ووضع أهداف بعيدة المدى لها. يعني ما نقدرش نحط قواعد للموضوع
ونحط اهداف مستقبلية ان في المستقبل هنعمل كذا وكذا. وده بسبب التغيرات التي تتعرض لها المنطقة اللي فيها الدول العربية كل شوية بيحصل فيها تغيرات، ثورة تقوم هنا، حرب تقوم هنا، فبيحصل تغيير، فممكن يقاطعوا بعض في اي وقت. وكمان استمرار الهيمنة الغربية على معظم الدول العربية خاصة البترولية. نقصد بالهيمنة الغربية يعني سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الدول العربية بتاعت البترول، نقصد بيها دول الخليج العربي. يعني من الآخر كده الدول العربية مش بتاخد القرارات بتاعتها للأسف من دماغها، بتاخدها عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية. فبسبب كده في مشاكل في التجارة بين الدول العربية. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ فتعالى بقى أكلمك على طرق تنمية الشراكة المصرية العربية. مصر هتبذل شوية جهود كده، لازم نتعب عشان نعمل اتفاقيات مع الدول العربية اللي هي الاتفاقيات الثنائية اللي قلت لك عليها. وهنعمل فيها ايه بقى الاتفاقيات دي؟ ان مصر تقوم بتشجيع المستثمرين العرب في شتى المجالات الاقتصادية، تشجع اي رجال اعمال عرب يجي يستثمروا الفلوس بتاعتهم في اي حاجة اقتصادية في مصر، يبنوا بقى قرى سياحية، فنادق، يعملوا مصانع، اللي هم عايزينه، المهم تستثمر الفلوس بتاعتك جوه مصر. طب وايه كمان؟ زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، نبيع ونشتري مع بعض كتير جدا، فالعلاقات تبقى حلوة بيننا وبين بعض. وكمان العمالة المصرية تقوم بدورها في التنمية الاقتصادية والعمرانية في الدول العربية، بما ان مصر فيها ايدي عاملة كتير قوي، فاي حد من الدول العربية محتاج عمال نبعت له. ده بالنسبة للشراكة المصرية العربية. طب تعالى بقى نتكلم على الشراكة المصرية الافريقية، نعمل معاهم ايه بقى؟ الموضوع اسهل شوية. هتبذل مصر شوية جهود، يعني هنتعب كده لتدعيم علاقاتها التجارية مع الدول الإفريقية. لازم نتعب شوية عشان الموضوع يمشي. هنعمل إيه بقى؟ فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، يعني نبتدي نتعاون كده في أي طريقة بين مصر والدول الإفريقية، سواء في التجارة أو الصناعة. وكمان إقامة مشروعات استثمارية، مصر تروح تعمل عندهم مشروعات عشان تدعم العلاقات التجارية بين مصر والدول الإفريقية. طب وإيه كمان؟ تطوير العلاقات التجارية بين مصر ومعظم دول قارة أفريقيا، يعني هنبيع ونشتري مع الدول الإفريقية كلها بكميات كبيرة جدا. على فكرة احنا بالنسبة لدول افريقيا حالنا احسن، يعني بنصنع اكتر منهم، فاللي هيستفيد من التبادل التجاري مع دول افريقيا هي مصر. والموضوع ده هيفتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية. اخر حاجة بقى خالص ودي جامدة جدا، انضمام مصر الى اتفاقية الكوميسا. والكوميسا ده تكتل اقتصادي بيجمع دول شرق وجنوب افريقيا. يعني ايه بقى تكتل اقتصادي؟ بص الموضوع بكل بساطة، شوية دول تتجمع مع بعض ويعملوا اتفاقية زي اتفاقية الكوميسا، انهم يبيعوا ويشتروا مع بعض بدون جمارك. يعني البضايع بسعر المصنع هنحط عليها بس تكلفة الشحن، فهيكون سعر البضايع قليل جدا 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 لان مفيش جمارك. مصر بقى دخلت في اتفاقية الكوميسا، وده هيساعد مصر انها تبيع وتشتري مع الدول الافريقية بأسعار رخيصة جدا، واكيد طبعا احنا اللي هنبيع اكتر، وده هيفتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية. بس كده نكون خلصنا كلام عن التجارة المصرية سواء الداخلية او الخارجية. ناخد بقى سؤالين نحبس بيهم ونرجع نكمل مرة تانية. يلا بينا خش بالاسئلة. انضمام مصر الى مجموعة دول الكوميسا من الممكن ان يؤدي الى ايه؟ يعني مصر لما تخش في تكتل اقتصادي مع دول شرق وجنوب افريقيا، اكيد طبعا هنبيع اكتر، اكيد طبعا هنصدر اكتر، فنكسب فلوس اكتر. ده هيؤدي الى ايه بقى؟ الف، تعديل الميزان التجاري. طبعا هي دي الاجابة، لاننا هنصدر اكتر فنكسب اكتر. انما ب، توتر العلاقات المصرية العربية. لا طبعا غلط. وجيم، زيادة ارتباط مصر بدول الاتحاد الأوروبي. لا برضو غلط. ودال، تراجع الصادرات المصرية. برضو غلط. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. يصبح الميزان التجاري لصالح مصر عندما يتم العمل على ايه؟ الميزان التجاري يكون في صالح مصر لو احنا هنصدر اكتر. ايه بقى اللي موجود في الاختيارات معناه اننا نصدر اكتر؟ الف، ازالة الجمارك عن الواردات الاجنبية. لا طبعا دي تبقى كارثة لو عملنا كده، فتبقى غلط. طب ب، زيادة الصادرات من المواد الخام. برضو دي كارثة تانية، تبقى غلط. المفروض نصنع المواد الخام بعد كده نبيع بضايع. طب ج، التوسع في إنشاء الأسواق المحلية. برضو غلط، لأن دي تجارة داخلية، احنا عايزين تجارة خارجية نصدر لبره. فكده تبقى الإجابة د، رسمي نظمي، مفيش غيرها.
الدخول في التكتلات اقتصادية، تخش في تكتلات اقتصادية فتصدر اكتر للدول اللي هي مشتركة معاك، فبكده يصبح الميزان التجاري لصالح مصر. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. يظهر اثر التوسع الصناعي بمصر على المعاملات التجارية المصرية من خلال ايه؟ يعني لما انت تصنع كتير هيكون عندك بضايع كتير، فتصدر بقى كتير تكسب كتير، فاكيد طالما هتصدر كتير وتكسب كتير الميزان التجاري يتعدل ويبقى في صالحك. ايه بقى اللي موجود في الاختيارات معناه الكلام الكتير قوي اللي انا قلته ده؟ الف، زيادة قيمة الواردات. لا طبعا غلط، واردات ايه؟ احنا بنتكلم على تصدير. طب ب، زيادة الصادرات من المواد الخام. برضو غلط، المواد الخام هنصنعها تبقى بضايع انما خام لا. طب جيم، فتح اسواق جديدة في الخارج. ايوه هي دي الاجابة، يعني في ناس كتير نصدر لها وتشتري مننا. انما دال، زيادة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي. لا طبعا غلط، الكلام ده ملهوش علاقة بالسؤال اللي احنا قلناه خالص. طب تعالوا بقى نحل سؤال كمان. يعود السبب الرئيسي لقلة ما تستورده مصر من الدول العربية ايه؟ يعني ليه مصر بتستورد قليل من الدول العربية؟ افتكر بقى، ده بسبب ان المنتجات اللي في مصر هي المنتجات اللي عند الدول العربية، فهنشتري منهم ايه؟ هي المنتجات فيها تشابه، فبنشتري منهم حاجات قليلة جدا اللي هي مش موجودة عندنا. ضيف على كده تذبذب العلاقات السياسية بين مصر والدول العربية، ساعات بيزعلوا مع بعض ويقاطعوا بعض. طب ايه بقى اللي موجود في الاختيارات معناه الكلام اللي انا قلته ده؟ الف، الهيمنة الغربية على الدول البترولية. لا طبعا غلط، اوعى تتلخبط فيها، لانه ما قالش هنا دول عربية بترولية، ده بيقول دول بترولية وسابها كده مفتوحة، فممكن تكون دول بترولية عربية، دول بترولية افريقية، او دول بترولية اجنبية، فما حددش هنا فتبقى غلط. انما ب، طبيعة الواردات المصرية. ايوه هي دي الاجابة، ان الحاجات اللي احنا عايزينها مش موجودة عند الدول العربية الا حاجات قليلة منها قوي، وباقي المنتجات فيها تشابه، فعشان كده بنستورد منهم بكميات قليلة قوي. وجيم، مستوى العلاقات المصرية العربية. لا طبعا غلط، ما فيهاش اي مشكلة خالص. ودال، التغيرات السياسية في المنطقة العربية. برضو غلط، ما فيهاش اي مشكلة، مش ده السبب الرئيسي لقلة ما تستورده مصر من الدول العربية. ورجعت لكم مرة تانية عشان اقول لك بقى يا ريت تذاكر كويس جدا، ولو انت فهمت اللي فات ده كله انزل بقى حط لايك وتعالى تاني بقى عشان تحل سؤال الحلقة. يلا بينا، تعالى هات السؤال. من اهم وسائل تنشيط التجارة الخارجية لمصر ايه؟ ايه اكتر حاجة في الاختيارات تنشط التجارة الخارجية لمصر؟ التركيز على القطاع الزراعي، ولا التوسع في الصناعات الاستهلاكية؟ الصناعات الاستهلاكية اللي هي الصناعات الغذائية والملابس، ولا انضمام مصر للكوميسا، ولا التوسع في إنشاء الأسواق المحلية؟ فكر بقى كده، ومستني إجاباتكم في التعليقات. وبس كده أكون خلصت. أنا عندي سؤال أو استفسار اكتبه في كومنت وأرد عليك إن شاء الله، وانتظروني الحلقة اللي جاية بإذن الله. وكان معكم مستر محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.